من آلاف السنين كان في كتاب واحد، مجرد النظر لصفحاته كان كافي يخلي العقل ينهار. كتاب مكتوب بحروف ما يعرفهاش بشر، كتاب بيقولوا إن الشيطان كتبه بنفسه. الناس سموه النيكرونوميكون، بس اللي فتحه عمره ما فضل إنسان بعد كده. بني آدمي اقترب وتكو. القصة بدأت في القرن الثامن الميلادي في قلب الصحراء العربية. هناك عاش راجل اسمه عبد الله الحضرمي، شاعر وفيلسوف ومجنون. كان بيدعي إنه شاف كائنات ما بين الموتى والأحياء، وإنه قابل مخلوقات اسمها القدماء كانت موجودة قبل البشرية. في عز جنونه كتب كتابه وسماه العزيف، الكلمة اللي معناها صوت الحشرات في الليل اللي بيشبه همس الجن. بعد موت عبد الله الحضرمي بقرون، الكتاب اترجم لليونانية وتسمى قانون الموتى نيكرونوميكون. لكن المفاجأة إن اللي ترجمه كان راهب في دير، بيقولوا إنه سمع أصوات من المقبرة تحته بتقول الكلمات. النسخة دي اختفت وظهرت بعدها ترجمات لاتينية، ألمانية وإنجليزية، وكل مرة النسخة بتختفي بعدها بحريق أو بجريمة قتل. النيكرونوميكون مش مجرد كلمات، الكتاب بيشرح بالتفصيل إزاي تفتح بوابة العالم الآخر. بيحتوي على تعويذ لاستدعاء كائنات ما قبل الزمن. Igniet spiritus surge nunc. Adveni potentia, ostende mihi veritatem. في فصل كامل عن الدم كوسيلة عبور، أخطر نص اتكتب في تاريخ البشرية. في القرن الخامس عشر واحد من النسخ لقوها في مكتبة الفاتيكان، وبعدها اختفت فجأة بدون أثر. وفي القرن السابع عشر النسخة الألمانية اتحرقت مع مكتبة كاملة في دريسدن. بس الغريب النار كانت طالعة من جوه الكتب مش من بره. النسخة اللي اتسربت أونلاين في التسعينات كانت سبب في سلسلة جرائم. شباب حاولوا ينفذوا الطقوس اللي جوه الكتاب، أكترهم ماتوا بطرق غريبة. واحد منهم وجد مرسوم على جدار شقته رموز الكتاب، والرموز دي لحد النهاردة محدش قادر يفك معناها. وفي سنة 1942 في وسط الحرب العالمية الثانية، الاستخبارات النازية سمعت إن في نسخة من الكتاب في برلين. الجنرال هيمبلر أمر فرقة خاصة من الاس اس تدور عليه. الفرقة دخلت مكتبة مهجورة، بس اللي خرج منهم 3 بس. قالوا إنهم لقوا غرفة فيها طاولة حجر وعليها نسخة مفتوحة من الكتاب. بيقولوا إن الفصل الأخير من الكتاب بيتكلم عن الطقس الأخير اللي يقدر يرجع الموتى أو يبدل الروح بجسد آخر. في تعويذ لازم تتقال لما يكون القمر كامل قدام مراية نحاسية وبدم إنسان مش طاهر. الطقس ده اتجرب أكتر من مرة، وكل مرة بيبدأ الصوت الغريب ده. سنة 1977 ظهرت تسجيلة صوتية لشخص بيقرأ أجزاء من الكتاب. التسجيل مدته 9 دقايق، بس محدش قدر يسمعه للآخر. بعد الدقيقة السادسة بالظبط الأصوات اللي في الخلفية بدأت ترد عليه. In night, the earth breathes. Liber mortuorum, reddit ad animam. في 2012 شخص مجهول نزل نسخة رقمية من الكتاب على الإنترنت المظلم. اسم الملف كان جيت 777. بعد ثواني الصورة في الخلفية اتحركت، ظهر وش مش بشري بالكامل، وبعدها الموبايل اتحرق والراجل اختفى. النيكرونوميكون مش كتاب، هو اختبار بيقيس مدى استعداد الإنسان يضحي بنفسه علشان يعرف أكتر مما يجب. يمكن الكتاب مش في الفاتيكان ولا في الإنترنت، يمكن في عقل كل واحد فينا، مستني اللحظة اللي الفضول ينتصر فيها على الخوف. ولما تحصل اللحظة دي عايزك تفتكر إن مش دايما المعرفة خلاص. اعمل لايك وشير لو الحكاية عجبتك، وشارك الحلقة مع أصحابك. سلام.